الملحد المعروف بهجومه العنيف على الأديان صعد إلى المنصة محاطا بهالة من الهيبة المزيفة، ثم دوى صوته في القاعة: هل يوجد فيكم مسلم شجاع يجرؤ على إثبات وجود الله؟ ساد الصمت، لا أحد. تحرك الجميع يعرف من هو واتكنز، وكم شابا قبلهم خرج مهزوما من عنده. ضحك البروفيسور بسخرية وقال: تقدم فقط وسأجعلك تغادر هذا المكان خالي الوفاض من إيمانك. وهنا وقف شاب من الصفوف الخلفية هادئ النظرات، يمسك بيده كوب ماء. لم يصرخ، لم يتحد، فقط مشى نحو المنصة بثبات وكأنه يعرف بالضبط ما سيفعله. سمعت ضحكات ساخرة وابتسامات من أتباع البروفيسور المخلصين الذين كانوا واثقين أنه لا يوجد مسلم في القاعة يملك الشجاعة أو الذكاء لمواجهة أقوى ملحد في المناظرات. ولكن فجأة وقف شاب يبلغ من العمر 24 سنة بهدوء تام، وعيناه مشدودتان إلى عيني البروفيسور بقوة هادئة. كان اسمه عبد الرحمن. انفجر الحضور بالضحك وكأن خروفا دخل عرين الأسد. شاب لا يحمل شهادة ولا سمعة ولا خبرة في المناظرات، سيتحدى البروفيسور في سر العظيم. ابتسم وتكنز وضيق عينيه وهو ينظر إلى الشاب كما لو كان طفلا يحاول التصرف بشجاعة. قال ساخرا: شاب مسلم لا يحمل أي لقب أكاديمي ولا خلفية فلسفية ولا مؤهلات علمية، ويريد مناظرتي. رد عبد الرحمن بهدوء: لا تحتاج أن تكون أستاذا لتفهم الحقيقة. عاد الصمت يخيم على الغرفة. رفع واتكنز حاجبه وأصبح الآن فضوليا. قال وهو يمد ذراعيه بطريقة مسرحية: حسنا، لنرى ما لديك الليلة. شاب مسلم سيحاول الدفاع عن إيمانه. اتجه عبد الرحمن نحو المسرح وجلس مقابل واتكنز على الكرسي المعدل. سطع الضوء عليهما وكل العيون في القاعة مركزة عليهما. كانت هذه أكثر من مجرد مناظرة، كانت مواجهة بين الإيمان والغرور، بين الحقيقة والتعجف. لا يزال بعض الحضور يحملون ابتسامات متعجرفة، يتوقعون عرضا آخر من الذبح الفكري على يد البروفيسور مال واتكنز إلى الأمام، ووضع يديه على الطاولة. لنبدأ بسؤال بسيط، قال بنبرة متعالية: إذا كان إلهك حقا موجودا فهل تستطيع أن تظهره لي؟ أين هو؟ انتشرت بعض الضحكات في القاعة. كان هذا تكتيكا معروفا استخدمه واتكنز مرارا عديدة. فمن ذا الذي يمكنه أن يري الله؟ أليس كذلك دون أن يرمش؟ أمسك عبد الرحمن بكوب الماء الذي كان موضوعا على الطاولة ورفعه عاليا ليراه الجميع. قال: أستاذ، هل تؤمن بوجود العقل البشري؟ عبس واتكنز بالطبع. أجاب بسرعة. سأله عبد الرحمن بهدوء: هل يمكنك أن تظهره لي؟ توقف واتكنز وارتبك قليلا فقال: أنا لا أطلب منك أن تظهره، بل أطلب نتائج العقل. تابع عبد الرحمن بهدوء وثقة: أنا لا أطلب منك أن تريني العقل، بل أطلب منك أن تريني نتائج العقل. كررها بهدوء: أرني نتائج العقل. تراجع واتكنز قليلا إلى الوراء وبدأ يدرك إلى أين يتجه هذا الحوار. قال متلعثما: هذا مستحيل. ابتسم عبد الرحمن وأومأ برأسه موافقا: بالضبط، لا يمكننا رؤية العقل، لكننا نعلم أنه موجود، لأننا ندرك تأثيره في التفكير، في القرارات، في الابتكارات. ثم تابع الأمر نفسه مع الله: قد لا نراه مباشرة، لكننا نرى آياته في كل مكان، في النظام المثالي للكون، في دقة القوانين الطبيعية، في وجود الحياة التي نشأت من العدم. بدأت تعابير الوجوه المتعجرفة في التغير، وتحولت السخرية إلى تفكير عميق. همسات الحضور تصاعدت، فالمنطق بدأ يفرض نفسه. حاول واتكنز سريعا أن يستعيد زمام الحوار: لكن العقل جزء من الإنسان. نحن نعلم بوجوده لأننا نستخدمه بأنفسنا. كيف تثبت أن إلهك موجود؟ وكيف تعرف أن من تعبده هو الإله الحقيقي؟ ابتسم عبد الرحمن بهدوء وأجاب: أستاذ، هل تؤمن أن كل شيء في هذا العالم له سبب؟ قال واتكنز دون تردد: بالطبع. قال عبد الرحمن: إذن إن رأيت منزلا جميلا بتصميم معقد، هل ستصدق أنه ظهر من العدم دون أن يبنيه أحد؟ أجاب واتكنز ساخرا: بالطبع لا. فقال عبد الرحمن: فماذا عن الكون الذي هو أعقد بكثير من أي منزل؟ سادت القاعة لحظة صمت، ثم تابع عبد الرحمن بصوت هادئ: قل لي أستاذ، كيف لشيء ضخم ومعقد مثل الكون أن يظهر دون أن يخلقه أحد؟ لم يجب واتكنز مباشرة، كان يحاول العثور على ثغرة لكنه فشل. قال أخيرا: يمكنني قبول وجود قوانين طبيعية تحكم الكون، لكن هذا لا يثبت وجود إله، إنه فقط يثبت أن الكون يعمل تحت نظام معين. اندفع عبد الرحمن للرد بسرعة: وما الذي أنشأ هذا النظام؟ فتح واتكنز فمه لكن لم تخرج كلمات. أقف من جديد مدركا أنه يسير مباشرة نحو فخ منطقي محكم. تابع عبد الرحمن بنبرة هادئة ومتماسكة: لقد وضح القرآن هذه الحقيقة منذ أكثر من 1400 عام في سورة الطور. توقف لحظة ليعطي للكلمات وزنها، ثم قال: هذه الآية تواجه الفكر البشرية مباشرة.
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الطور 35. من المستحيل أن يأتي شيء إلى الوجود دون سبب، ومن المستحيل أيضا أن يخلق الشيء نفسه. إذن لابد من وجود خالق وراء كل ذلك. ارتفعت همسات الجمهور، لم يعد أحد يضحك، بل بدا الجميع يفكر بجدية. تنفس واتكنز ببطء، ثم رسم ابتسامة خفيفة مرتبكة وقال: أنت ذكي أعترف بذلك، لكن هذه المناظرة لم تنتهي بعد. لا زالت لدي أسئلة تحدد الكثير. أومأ عبد الرحمن بابتسامة هادئة: تفضل أستاذ، أنا جاهز. أصبح الجو في الغرفة أكثر توترا. ما بدا كعرض أحادي الجانب تحول الآن إلى معركة حقيقية للعقول. وكان عبد الرحمن يثبت أنه ليس خصما سهلا. لم يتحدث فقط بإيمان، بل بحجة عميقة نافذة. وعلى الرغم من الضغط، لم يكن واتكنز مستعدا للاستسلام. فباعتباره شخصية رمزية في المجتمع الإلحادي، فإن هزيمته في هذه الليلة ستكون ضربة قاسية لكرامته وسمعته. جلس مستقيما وحدق في عبد الرحمن عبر الطاولة وقال: حسنا، ربما لا أستطيع دحض حجتك حول وجود الله، لكن ماذا عن دينك الإسلام مليء بالقوانين الغريبة والمقيدة؟ لماذا يمنع الله الرحيم أكل لحم الخنزير أو شرب الكحول إذا كان الله قد خلق كل شيء؟ فلما يمنع الناس من الاستمتاع بها تحرك الجمهور قليلا، فقد دخل وتكنز الآن إلى مجاله المفضل، ذلك الذي يشكك فيه بمنطق القوانين الدينية. لكن عبد الرحمن لم يطرف له جفن. نظر إلى واتكنز وسأله بهدوء: أستاذ، إذا أهدي إليك أحد سيارة فاخرة باهظة الثمن ومتطورة جدا، هل ستعاملها باستهتار؟ أجاب واتكنز بالطبع لا. فقال عبد الرحمن: وإذا كان دليل استخدام السيارة ينص بوضوح على ضرورة استخدام نوع معين من الزيت للمحرك، هل ستتجاهل تلك التعليمات؟ أجاب واتكنز وقد عبس قليلا: بالطبع لا. ابتسم عبد الرحمن وقال: فلماذا تستغرب أن يضع الله للبشر تعليمات لما هو الأفضل لإجسادهم وأرواحهم؟ أليس الخالق هو الأعلم بكيفية رعاية خلقه، كما يعرف المهندس كيف يصون اختراعه؟ ساد صمت ثقيل في القاعة، وتحرك واتكنز في مقعده بعدم ارتياح، وبدا بعض مؤيديه يظهرون ملامح الشك على وجوههم. تابع عبد الرحمن بثقة: تحريم لحم الخنزير والخمر ليس لتقييد المتعة بل لحمايتنا. الدراسات العلمية أثبتت أن لحم الخنزير قد يحمل طفيليات وأمراضا ضارة، والكحول يدمر الجسد ويمزق الأسر ويتسبب في الكثير من الحوادث. الإسلام لا يحرم هذه الأشياء لعقاب الناس، بل لصيانة أجسادهم وحماية كرامتهم وحفظ مجتمعاتهم. تنفس واتكنز بحدة، لم يكن يتوقع من عبد الرحمن ردا علميا متماسكا. ثم قال متحديا: وماذا عن الصلاة 5 مرات في اليوم أو الصيام لشهر كامل؟ أليس هذا عبئا غير معقول؟ لماذا يجعل الله الحياة أصعب على اتباعه؟ ابتسم عبد الرحمن وقال: أستاذ، إذا أردت أن يكون جسدك صحيا حيا، هل ستمارس الرياضة مرة واحدة في الشهر فقط؟ رد واتكنز سريعا: بالطبع لا. قال عبد الرحمن: بالضبط. الصلاة 5 مرات في اليوم هي صيانة روحية، كما تحافظ التمارين الرياضية على قوة الجسد. الصلاة تطهر القلب وتركز العقل وتهذب الروح وتجلب السلام والسكينة وتقرب الإنسان من خالقه. بل إن الأبحاث العلمية الحديثة تشير إلى أن حركات الصلاة تحسن الدورة الدموية وتقلل من التوتر. بدات رؤوس الحاضرين تهتز بالموافقة، لم يعودوا مجرد مشاهدين، بل بدأوا في التأمل. أما واتكنز الذي بدا يشعر باليأس فألقى بسؤال أخير: وماذا عن الصيام؟ لماذا يطلب الله الرحيم من الناس أن يجوعوا طوال شهر كامل؟ أليس ذلك قاسيا؟ أخذ عبد الرحمن نفسا عميقا ثم أجاب بثقة هادئة: الصيام تطهير جسدي وروحي. العلوم الحديثة تؤكد أن الصيام يصلح الخلايا ويحسن الصحة، لكن الأهم أنه يعلم ضبط النفس ويغذي التعاطف ويعزز الامتنان. الصيام يساعدنا على فهم معاناة الفقراء الذين لا يجوعون باختيارهم، بل بسبب ظروفهم القاسية. عادت الهمسات بين الجمهور، لكنها هذه المرة كانت أعلى وأكثر تفكيرا. لقد شعر واتكنز أن شيئا ما يتغير. الطاقة التي كانت تشجعه في البداية أصبحت الآن مرتبكة، بل حتى متشككة. قال عبد الرحمن بهدوء: الله لا يضع لنا القوانين ليجعل حياتنا صعبة، بل لأنه يعلم ما هو الأفضل لنا. ثم أغلق عينيه لثوان وقال: كل أمر من أوامر الله فيه خير لا عقاب. بدت ملامح واتكنز وكانه رجل تعرض لضربة مفاجئة، فبعد سنين من الجدال وتحقيق المؤمنين، هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها أحدهم على كل حجة بمنطق أقوى وبثبات لا يتزعزع. تلعثم واتكنز، لكنه لم يشأ أن يخسر بهذه الطريقة. قال أخيرا بصوت فيه ارتجاف: لقد أجبت جيدا، لكن هناك سؤالا أخيرا أريد أن أسألك إياه. صمت الجمع، الغرفة تجمدت كل الأعين.
توجهت نحو عبد الرحمن ثم قال: واتكنز بصوت منخفض لكنه حاد ومكثوف: إذا كان الله قادرا على كل شيء وصالحا في كل شيء، فلماذا يسمح بالمعاناة في هذا العالم؟ أصبح الجو في الغرفة أكثر هدوءا من ذي قبل. لم يتحرك أحد، لم يتكلم أحد، وكان الجميع حبس أنفاسه منتظرا جواب عبد الرحمن. لكن الشاب ابتسم ببساطة، كما لو أن السؤال لم يكن جديدا عليه. قال بلطف: أستاذ، هل سبق لك أن ذهبت إلى صالة رياضية؟ عبس واتكنز غير متأكد من وجهة السؤال، وقال بحذر: ماذا تعني شرح عبد الرحمن بهدوء في الصالة الرياضية؟ يرفع الناس أوزانا ثقيلة تؤلم عضلاتهم، يشدون أنفسهم، يتصببون عرقا. الأمر متعب ومؤلم، لكنهم يعلمون أن هذا الألم سيجعلهم أقوى نظر إليه واتكنز. وقد بدا تعبير وجهه يتغير بينما يتبع خط التفكير الجديد. تابع عبد الرحمن قائلا: الحياة هي نفسها المصائب والمعاناة، ليست علامة على غياب الله، بل هي جزء من الاختبار من عملية النمو. فبدون الألم لن نتطور، وبدون التجارب لن ننضج. الله يمنحنا هذه التحديات ليس ليحطمنا، بل ليرفعنا أعلى. عادت الغرفة إلى صمتها مرة أخرى، لكن هذا الصمت لم يكن ناتجا عن سخرية، بل عن تأمل عميق. أضاف عبد الرحمن: كل مصيبة لها هدف، وكل ألم هو فرصة للنمو. هذا ليس قسوة، بل حكمة. نظر واتكنز إلى عبد الرحمن بدهشة لأول مرة في مسيرته الطويلة. شعر بشيء غريب: الهزيمة. فتح فمه، لكن لم يخرج منه شيء. عقله الذي اعتاد أن يكون حادا وسريعا لم يجد ردا. الجمهور الذي كان يضحك ويسخر بات الآن صامتا، وبعضهم بدأ يتأثر بصدق. ثم جاءت لحظة وعي كأنها صاعقة. لم يكن عبد الرحمن هو من يخضع للاختبار، بل كان واتكنز نفسه. قبض واتكنز على جانب كرسيه، جسده مشدود وعقله يدور باحثا عن ثغرة أخيرة، نقطة ضعف يستغلها. لكنه لم يصدق أن شابا مسلما غير معروف تصدى لكل هجوم بأجوبة ليست فقط منطقية بل محورية. قال واتكنز أخيرا بصوت أكثر هدوءا: لم ننتهي بعد، لدي سؤال أخير. أومأ عبد الرحمن بهدوء: تفضل أستاذ. أشار واتكنز إلى نفس كأس الماء الذي بدأ به النقاش. لن نعد إلى هذا. قال: إذا سكبت سما في هذا الكأس سيموت من يشربه، لكن إذا سكبت فيه العسل فإنه يجلب الصحة. هل توافق بالطبع؟ أجاب عبد الرحمن. قال واتكنز مائلا إلى الأمام: إذا تقر بأن محتويات هذا الكأس هي التي تحدد ما إذا كانت تضر أم تنفع. نعم، أجاب عبد الرحمن مجددا، وابتسامة صغيرة ظهرت على شفتيه. لمع الأمل في عيني واتكنز، وكأنه يعتقد أخيرا أنه وجد ثغرة. قال بلهجة ضاغطة: إذا كان الله موجودا حقا، فلماذا يسمح للناس أن يملأوا هذا العالم بالسم؟ لماذا يترك البعض يصبحون أشرارا بينما يصبح آخرون صالحين؟ إذا كان قادرا على كل شيء، فلماذا لا يمنعهم من فعل الشر قبل أن يسببوا في الأذى؟ عاد التوتر إلى الغرفة. هذه كانت اللحظة التي كان واتكنز يأمل أن تغير مسار النقاش لصالحه. لكن عبد الرحمن لم يرتبك بلطف. تناول الكأس ورفعه وأمعن النظر فيه لثوان، ثم سأل بهدوء: أستاذ، من المسؤول عما يدخل في هذا الكأس؟ رمش واتكنز بدهشة: ماذا تعني؟ قال عبد الرحمن: أعني إذا صب أحدهم سما في الكأس، هل الكأس هو المذنب أم الشخص الذي صبه؟ صمت واتكنز، شعر بأن فخا آخر يغلق عليه. تابع عبد الرحمن: هذا العالم تم خلقه كوعاء محايد مثل هذا الكأس. الله لم يخلق عالما قبيحا ولا منحازا، بل منحنا عالما جميلا ومتوازنا، ومنحنا أيضا الإرادة الحرة، الاختيار بين أن نملأ الكأس بالعسل أو أن نملأه بالسم. فتح واتكنز فمه ليرد، لكن عبد الرحمن لم يكن قد انتهى بعد. الله لم يخلق روبوتات لا تستطيع سوى فعل الخير، بل خلق بشرا لديهم القدرة على اختيار الخير أو الشر. وهنا يكمن الاختبار. إذا كان الله يمنع كل فعل شرير قبل حدوثه، فلن تكون هناك حرية، وبدون الحرية لن يكون للخير أو الشر أي معنى. ساد الصمت مجددا، لكن هذه المرة كان ثقيلا، محمولا بفهم عميق، حتى أشد الوجوه عنادا في الجمهور. بدأ التلين. قال عبد الرحمن: تخيل إذا كان كلما حاول أحدهم السرقة أصيبت يده بالشلل، أو إذا حاول أحدهم الكذب أغلق فمه، فلن يختار أحد فعل الخير، بل سيكون مجبرا. والخير المجبر ليس خيرا حقيقيا على الإطلاق. بلع واتكنز ريقه بصعوبة. كانت المقارنة أقوى مما توقع. تخيل طالبا أثناء الامتحان. تابع عبد الرحمن حديثه قائلا: إذا أعطى المعلم جميع الإجابات، فهل يتعلم الطالب حقا شيئا؟ نعم، قد ينجح في الامتحان، ولكن دون نمو أو فهم أو وعي أو قيمة. جلس واتكنز ثابتا مذهولا. كل كلمة من كلمات عبد الرحمن كانت تخترق ضباب أفكاره بوضوح حاد. قال عبد الرحمن بنبرة هادئة: لقد منحنا الله العقل والقلب والهدى، لم يتركنا وحدنا. ثم نظر مباشرة في عيني واتكنز وقال:
لقد منحنا الله هذا الكأس من الماء، لكن ما نملأه به عسلا كان أمسما فهو اختيارنا، وفي يوم ما سنكون جميعا مسؤولين عما اخترنا أن نملأ به كأس حياتنا. جلس واتكنز متجمدا، لم تخرج منه أي كلمات. حدق في الكأس وكأنه يراها لأول مرة. ارتعشت يداه قليلا وامتلأت عيناه بالدموع. عمي الصمت القاعة، لم يبقى أي ضحك ساخر. حتى أتباع واتكنز الأكثر ولاء بدت عليهم ملامح الارتباك. لم يكونوا متأكدين مما حدث، وكأنهم يخشون الاعتراف بما رأوه للتو. ثم حدث ما لم يكن في الحسبان. خفض جوشوا واتكنز رأسه، وارتجفت كتفاه وانهمرت الدموع على خديه. اهتزت أنفاس من مكان ما في الحشد بصوت مختنق بالعاطفة. نظر واتكنز إلى عبد الرحمن وعيناه مليئتان لا بالغرور ولا بالكبرياء، بل بالحيرة والضعف. ولأول مرة بالتواضع قال بصوت متهدج: لقد قضيت حياتي كلها أهاجم شيئا لم أفهمه أبدا. مد يده المرتجفة نحو القرآن الذي كان مستلقيا على الطاولة. أمسكه ببطء واحتفظ به باحترام، ثم عانقه إلى صدره وبكى. أما أتباعه الذين كانوا قبل لحظات يصفقون لكل هزاء فقد جلسوا في صمت مذهول، بعضهم بعيون مفتوحة على مصراعيها، وآخرون يمسحون الدموع من وجوههم. لقد حدث تحول في تلك القاعة، شيء عميق، شيء أبدي. دخل الشاب المسلم عبد الرحمن تلك القاعة كأقلية، لكنه خرج منها كرجل جعل أكثر الملحدين فخرا يرفع رأسه أمام الحقيقة. تلك الليلة التي بدأت بالضحك والسخرية تحولت إلى واحدة من أكثر اللحظات صمتا وتأملا أمام مئات الشهود. استسلم أستاذ ملحد متعجرف أخيرا للحقيقة، وكل ذلك بدأ بكأس من ماء. بدا الوقت وكأنه توقف القاعة ساكنة تماما، لا ضحكة واحدة ولا همسة واحدة فقط، صوت الأنفاس المحتجزة في ترقب. جلس جوشوا واتكنز الرجل الذي كان يخشى من لسانه الحاد وذكائه الآن على المسرح باكيا يحتضن القرآن بشدة إلى صدره. عيناه حمراوان وكتفاه ترتجفان وشفتاه تهمسان بكلمات لا يسمعها إلا القليلون: لقد كنت أضل الطريق. أما أتباعه الذين كانوا على يقين من انتصاره فجلسوا في صمت متشكك، غير قادرين على استيعاب ما شاهدوه للتو. لم تهزم مناظرة واتكنز بسباب أو عدوان، بل بمنطق هادئ وثابت من شاب مسلم يبلغ من العمر 24 عاما. ومع ذلك لم يتفاخر عبد الرحمن ولم يبتسم بفخر، بل جلس هناك فقط ينظر إلى واتكنز بدفء، ليس كمنافس بل كأخ. وجد طريقه إلى البيت أخيرا. رفع واتكنز رأسه ببطء، وكانت عيناه لا تزالان مبللتين، لكن الكبرياء اختفى وحل محله شيء أعمق: الاستسلام. حدق في عبد الرحمن بدهشة وكأنه لا يزال يحاول أن يستوعب ما حدث للتو في روحه، ثم همس بصوت بالكاد مسموع: لقد قضيت حياتي أهاجم شيئا تبين في النهاية أنه كان هو الحقيقة. تنفست القاعة بأكملها بعمق في الصف الأمامي. كان هناك رجل قد ابتسم سابقا في وجه عبد الرحمن، والآن كان ينظر إلى الأرض خجلا، وامرأة قريبة منه تمسح دموعها عن خديها. قال وتكنز وصوته يرتجف، لكنه كان صادقا: قرأت القرآن، درسته، حللته، بحثت فيه عن العيوب، لكنني لم أفهمه حقا إلا هذه الليلة. نظر إلى الكأس من الماء التي لا تزال على الطاولة. كنت دائما أطالب بالأدلة، بشيء يمكنني رؤيته، لمسه أو قياسه، لكنني نسيت أن بعض أعظم الأشياء في الحياة هي غير مرئية. ابتسم عبد الرحمن برفق، ثم فجأة وقف شخص من الجمهور وصاح: لابد أن هذه مزحة، لا يمكن أن تكون جادا. نظر واتكنز إلى الرجل وعيناه لا تزالان تلمعان، وقال بهدوء: أنا الآن أكثر رشادا من أي وقت مضى في حياتي. قال بهدوء: كنت مخطئا طوال هذه السنين. لم أرفض الله لأنه غير موجود، بل رفضت لأنني لم أحاول حقا أن أفهمه. قال عبد الرحمن برفق: الحياة رحلة، ولا أحد بعيد جدا عن العودة. إذا كان قلبك قد وجد الحقيقة فالخطوة التالية هي قبولها بصدق. نظر إليه واتكنز بعينين يملأهما وضوء يضيء فيهما ضوء جديد، ثم همس: أريد أن أقرأ القرآن مرة أخرى، ليس لأهاجمه بل لأفهمه. في آخر القاعة مسح رجل مسن دموعه عن خديه المتجاعدين، وآخرون ممن كانوا يستهزئون بالإسلام جلسوا عميقين في التفكير، بعضهم بشفاه مطبقة بإحكام، وآخرون برؤوس منخفضة. لم تعد القاعة ساحة معركة للأفكار، بل أصبحت ملاذا للتفكر والتأمل. ثم رفعت امرأة في الصف الأمامي يدها بخجل وقالت: هل يمكنني الحصول على نسخة من القرآن أيضا؟ ابتسم عبد الرحمن بلطف: القرآن ليس للمسلمين فقط، إنه هداية لكل من يبحث عن الحقيقة. أصبحت نفس القاعة التي كانت تعج بالسخرية مضيئة بالإخلاص. تحركت قلوب كثيرة تلك الليلة، وبدأت عقول عديدة تطرح أسئلة عن معتقداتها السابقة. مد واتكنز يده وقبض على يد عبد الرحمن لأول مرة، ليس للجدال بل للتعلم.
تلك الليلة لم يشهد الجمهور مناظرة فقط، بل شاهدوا تحولا أستاذ ملحد متكبر كان معروفا بسحق الفكر الديني يستسلم لحقيقة أكبر منه، وكل ذلك بدأ بكأس من ماء. تغير الجو تماما. الذين كانوا ينتظرون هزيمة عبد الرحمن جلسوا الآن في حالة من الذهول، وهم يشهدون قائدهم الذي كان فخورا يحمل القرآن كأنه أثمن ما لمس في حياته. مسح وتكنز وجهه المبلول بالدموع ونظر إلى عبد الرحمن، وكانت ملامحه مليئة بالدهشة، بالحزن وبالوضوح الذي اكتسبه حديثا. قال: لقد قضيت حياتي أبحث عن الحقيقة في الأماكن. الخطأ رفضت الله، ليس لأنه غير موجود، بل لأنني لم أحاول حقا أن أفهمه. في الصفوف الأمامية بدأ بعضهم بالبكاء. كانوا قد توقعوا أن يروا مسلما يذل أمام أحد أكثر الملحدين حدة في العالم، لكنهم بدلا من ذلك رأوا هذا الرجل نفسه ينحني لشيء أكبر بكثير من الكبرياء البشري. نظر واتكنز مرة أخرى إلى الكأس على الطاولة، وهذه المرة ابتسم، لا سخرية بل باحترام. كنت أعتقد أني أفهم كل شيء، لكنني اليوم بمجرد كأس من ماء أدركت أن هناك شيئا أعظم من العقل البشري. ثم توجه إلى الجمهور وقال: إذا كان هناك أي شخص هنا لا يزال يبحث عن الحقيقة فليقرأ القرآن. اقرأوه بقلب مفتوح. أنا أعلم أني سأفعل. لم يقل عبد الرحمن شيئا لم يكن بحاجة لذلك، فمنطقه وصبره وصدقه كان قد تكلم بصوت أعلى من أي جدال. ورغم أن شخصا واحدا فقط قد قبل الحقيقة علانية، فإن قلوبا كثيرة بدأت تتشقق تحت ثقل ما شهدته. دخل النور، وحين يدخل النور لا يستطيع الظلام أن يطفئه. هذه القصة تذكرنا بأن الحقيقة لا تنتزع بالصراخ، بل تكشف من خلال الوضوح والإخلاص. لم يستخدم عبد الرحمن الغضب، بل استخدم المنطق الهادئ والفكر والإيمان الثابت. وتعلمنا أيضا أن أكبر عقبة أمام الحقيقة أحيانا هي الكبرياء. كان جوشوا واتكنز مفكرا ذكيا، لكن غروره أعماه لسنين، حتى جاءت تلك الليلة شاب مسلم ليذكره بأن الحقيقة أعظم. علق بالصلاة على النبي أو استغفر، وجعل يداك تشهدان عليك بالخير.